أنا شاكيك للما يفتهم بالشوق، بعد ما بزعت كل فاهم من شكيت، الكانوا صدر واسع زهقتهم بالكهو، قالوا أصحابي من قلت حنيت. مشاهدينا الكرام متابعين قناة دجلة الفضائية، نبدو وياكم وحلقة جديدة من برنامج هيل وليل. ضيفنا اليوم مختلف، ضيف أول لقاء تلفزيوني له، واكيد اختاريناه لان هو مبدع ولان قصاده هي اللي تدل الاعلام عليه، مو هو اللي يروح يتقرب للاعلام. شاعر نقول عليه دائما بالوسط، وقايل له قبل، قايل له انت جمهورك الشعراء. شاعر، احنا كل شاعر له جمهور، لكن هذا الشاعر جمهوره الشعراء لان بصمته قويه ودائما تحسه مميز ومجدد في الكتابه. ويانا وياكم المبدع عصام كريم. حياك الله بوجه. اهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوه، وان شاء الله يكون عند حسن ظنك. ان شاء الله اكيد انت عند حسن ظن اغلب الشعراء والناس منورنا اليوم. الله يسلمك ابو الداير. الله يخليك. عصام منين ابدو وياك؟ انت بامكانيتك اللي اغلب الشعراء تشيد بها وتجيز عليها، انه عصام شاعر متمكن، لكن لليوم ما شفنا له لقاء تلفزيوني، بغض النظر عن المسابقات اثنين اشتركت بهن، لكن كلقاءات تلفزيونيه نريد نعرف السبب الحقيقي وراء هذا الموضوع شنو؟ طبعا انا اكثر من دعوه جتني، بس شفتها حرامات، يعني تظلم قصائدك ببرامج ما راح توصل للعالم، او تحترق قصائدك مثل ما تقول. تمام. فيعني الحمد لله الله وفقنا وصلنا لهذا الكرسي الحمد لله. لا انت تستحق من زمان. انت اغلب الناس ما يدرون، انت تقريبا من فتره قبل السقوط انت تكتب شعر، يعني معقوله ما في يوم اكو برنامج حسيت يليق بقصائدك انه تظهر به؟ وما يعني انت شو تشوفك، وكان ما يعني ما لو تهجم، لو يعني على قد النخبه، لو على قد يعني اول مره اشوف يعني برنامج يوصل للعالم ما لهم علاقه بالشعر. فيعني انا كان طموحي اوصل لهيل وليل، مو هيل وليل؟ ايه مو كان قبل هيل وليل شنو الطموح كان؟ ما كنت تتونس بالشعر. تتونس بالشعر؟ كتبته دائما تكتبه لنفسك؟ كتبه يروح 1000 قصيده راحت. انت دائما تقول القصيده ما اتذكرها. ما اتذكر تروح، ما اللي ما يعرف الناس انت صديق مقرب لي، تاخرت دعوتك لهاي الفتره لان بالبرنامج ردنا نكسر هذا الحاجز ان الشاعر دائما يكونون اصدقائه فاغلب اصدقاء القريبين عليه منت عليهم عطلتهم حتى نبين رسالتنا للناس انه البرنامج مو للاصدقاء او للمقربين فعصام حتى من نثقل على الناس بالبدايه، اكيد هسه الناس بالشوقين يسمعون قصيده من عندك، شو محضر لنا استهلال للحلقه؟ نبدي. تونا نسيتك وانتهت، مو هسه وقت الصدفه. تونا نسيتك وانتهت، مو هسه وقت الصدفه. وبين الهلا واللا هلا طالت وياك الوقفه. مديت ايديك وسلمت، ضميت ايدي ودنقت، مو من زعل لكن خفت كنت استحي من الرجفه. الله الله. شفت الزراق وتيهت، هاي خطيت برقبتك، لا هاي بصمه الشفه. الله. بس انا عكسك من رحت، ظلت الذمه برقبتك مشنقه وملتفه. جميل. شقد حاولت ترد تبتسم لكن ثقل حتى الهدم. بكل حيل وقفت الجدم بس الدمع شي وقف. الله الله. العطشان يروى على الشرب بس عينه من تعطش تصب. يفززها اي صوت اليمر ولا على صوتك تخفى. الله. اللي علمتني بروحتك كل كنت ما اعرف، تعلمت بعدك ما احب
ما ظل عشق ما بي كذب. حتى الشعر من ينكتب تلقى الصدق بيه صدفه. الله الله الله. لا تحاول. تعلمت بعدك ما احب، ما ظل عشق ما بي كذب. حتى الشعر من ينكتب تلقى الصدق بيه صدفه. لا تحاول تمثل علي، ترسم بوجهك لهفه. صاعود مو تو صرت، شوفني سلاية نقل اعرفها من يا سعد. الله عليك. وما اظن بالدنيا عذر يبعد ولف عن ولفه. بيناتهن عارض نهر بس كان مرسال البلم ما بين ضفه وضفه. الله الله الله. وما رهم لغيابك عذر، دوريت لما نيست ورديت وبقلبي قلت عندك عذر ما اعرف. الله الله عليك اصلا. استيلاء رائع كالعاده. مثل ما تفضلت عصام انه القصائد اللي كنت تكتبها قبل تتونس بها، نقدر نقول اغلب قصائدك هي قصص ذاتيه، قصص حقيقيه؟ طبعا. اها. يعني هساني وصلنا لمرحله قصه قصيده. يعني اكثر شيء متعبني هي يعني كل قصائدي هاي اللي قريتها بها قصه. اللي قبلها بها قصه. كلها يعني كلها قصص ذاتيه. كلها قصص يعني ما خيال موضوع شعري. لا كلها عايشها. اذا مو موقف انت ما تكتب عليه. لا الا يعني شغله اذا بقصه قصيده ايش راح تتوج من هالقصائد اللي هي كلها قصص حقيقيه؟ قصه قصيده هي صارت مثل بها مثل الاحراج. يعني ان ثلاثه انا مختار. وحده تهدد حياتي. تهدد حياتك؟ حياتي تهدد حياتي الخطر، واكثر يمكن اكثر القريبين علي يعرفوها. انا اعرفها بس بالنسبه للناس. اي اكثر. مره قريتها بمهرجان قلت مطفي الكاميرات. يعني القصيده اذا وصلت انا اتاذى. الله يبعد عنك الشر ان شاء الله. والثانيه يعني تنتقص من عندي. والثالثه تخربني يا حبيبتي. تخربك يا حبيبتي. هسه ايش نختار؟ وحده تموتك ووحده لا انا اختار انا حبيبتي ادزك عليها انت تفضها بعد ما انت دائما تفضلنا. نختار قصة قديمة. هذا الحب العذري. يعني بدأ بالابتدائية. حلو. بالابتدائية بدينا من الثاني ابتدائي إلى السادس، احنا بصف واحد. زين طفل يعرف الحب حب من احنا مو جاي لك حب عذرة ما ندري جاي حب، بس انا متعلق بوالدني وتتذكر هاي المشاكسات وعرك وش. تمام. وصلنا المتوسطة افترقنا. صارت ماكو مختلط بعد. فأنا بالمتوسطة يعني صار يعني أهلي معتمدين علي أنا المعين مالهم، اتجهت للعمل. تركت الدراسة اتجهت هي استمرت. حلو. وصلت للكلية. هي كل الشاطرة. راحت طب أسنان. جميل. فتقدمت لها. تقدمت مو رفضت. يعني استهزئوا بي. يعني اكو جرح يعني استهزئوا، وبنفس الوقت احنا استهزئنا بهم. يعني هي مالتي وانا مالها، ما لها علاقه. يعني نفس الوقت هم يستهزئون واحنا نستهزئ، نضحك تقول شوف ذولي واحد صاير للثاني ما لهم علاقه. فبقينا على هالمرحله. جت اشتغلت قدام محلي بعياده مال اسنان. فانا شفت يعني اثرت على محلي. قمت نهار كله بالباب مال العياده. يجيني رزق يعني ما اقول لهم هسه جهاز مقابله وقاعد. الى ان يعني جزرت ماكو فلوس ماكو. قلت خلي شويه. قلت خلي شويه بس اوقف محلي، خل اسوي لي زعله. اسوي زعله، حتى الزعله من قد ما تافهه ما اتذكرها شنو هي. فالبنيه قامت يعني ما متعلمه على هذا الشيء، بس انا مسيطر اكو ثقه يعني. ثقه مقابل الحب اكيد. دز له رساله عصام ما تريد نقل. هي ما اريدك. يعني من هذا من ملت. فد يوم هذا الحكي شهر. فد يوم اجت اختها بس فتحت العياده وطلعت. شنو الموضوع؟ ماكو ما جايه هي. ظليت منتظر ما فتحت العياده. جت دكتور واحد فتح ماكو. طلعت التليفون دقيت. طلعت لاختها. قلت لها فلانه وين؟ قالت ليش؟ قلت لها تليفونه وين الفلان؟ قلت لها صاير شيء؟ قالت لا ماكو شيء. شويه يجبجبون من عندي يعني. قلت لها لا صاير شيء. اخذت التليفون المقصود نفسها. قالت لي شنو ليش يهمك؟ قلت لها العقل ايش تحكين شلون يعني شنو ما يهمني بالموضوع؟
قالت عصام هذا السيد قاعد وهذا خطيبه قاعد، يابا قل لي الغي الموضوع الغيه. فهنا خان التعبير، ما ادري انا غلطت، قلت له ايش منتظره؟ عيشي حياتك، عيشي يومك. انا قصدي شنو كان؟ قصدي يعني خربيها. هي ايش افتهمت؟ افتهمت انت بعد؟ انا رجعت مرتاح، قعدت على الميز مال الصيانه مالته وقعدت جاي اشتغل. ورا شويه خابرت خربانه غير الشغله. قام طلعت لقيتها، قلت لها ليش وين فلانه وين؟ قالت شنو هذا؟ قالت قاعد السيد جاي يعقد لها وعيونها مدمعه. هذا الوقت شو تمنيت انا؟ تمنيت يكون السيد مو بشر، يكون فد شيء معصوم يعرف بالقلوب، جهاز نقول. اي يعني يعرف بالقلوب، يدري البنيه قابله لو ما قابله. الله كان عالجنا هذا. فقلت له يا سيد عقد لك الله هذا يا بطران. يا سيد يا سيد عقد لك هذا يا بطران، ما شاف الدموع الغافيه بعينك، من قال لك قبلت شلون وجهه صار؟ قلت له نعم لو عرضت سنينك. الله يوم 20 خلصن 16 وياي، ما سألوك بيه من قضن 20. الله الله عصام الله. يوم 20 خلصن 16 وياي، ما سألوك بيه من قضن 20. تطلبين عمر شوغات خلصتيه، ومشيت انتو ضميري طالب بدينك، بكثر ما قصرت وياك احس ندمان، ولك حسرات شايلها بكثر زينك، اراضيك بزعل بس كنت تتونسين، وحتى الزعل كان يغزر بعينك، وحتى خيانتك تختلف عن الناس، خنتيني لكن كملت نص دينك. الله الله عصام. ونفخ صور القيامة بيوم عرس الصار، وعلى ذيك المشاعر قاموا يسعدون. أنا ميت لحب بعده بشبابه ومات، وزحمة يطب حزين بنص اللي يفرحون، ولكن جيت أشوف إيش قلت من هالنوج، ووجهك هم ضحك بوجوه اللي يضحكون، قعدت قبال وجهك والقلوب تلوب، وسولفنا ايش كثر بس منهم يسمعون، رغم ما خيطينا حلوقنا من الخوف، وشتفنا اللسن بس سولفت العيون، وزفوك ومشى بس احس كان شيعوك، وكانهن مو هلاهل كانهم يصرخون، ورجعت افرك بدي واستفحل الوغواص. انا مو سوى هسه شي يسوون؟ لا تقنعنا قسم الناس هيك تريد، قسمة تريدنا واهلك المايا. الله عليك. راح تزعل حبيبتك هسه على هالقصيده؟ راضيها ولا هي غلطانه وياي هواي، خلي شوي خل اقرصها شوي. هاي قرصه إلها. عصام ناخذك للميديا شويه. يا ستار تفاعل، لا ان شاء الله ماك شيء، التفاعل وياك اقل من شاعريتك بصراحه. شو وقت نقوم نشوف عصام 1000 2000 لايك؟ وصلت 1000 بعد. شو وقت؟ هسه بزودها صدق تفاعلك بالميديا مو قوي ليش؟ انا حتى تهم ممارس حياتك الطبيعيه لا انا ما مصدر نفسك لا ما له علاقه يعني، ما يعني اغلب حتى محادثاتي وش اسمه يعني كلها تلقى اصدقائي لو عمل لو في شيء، الجروبات الضايفه كلها مال الصيانه مال الموبايلات ما. حلو. هسه يعني نرجع على الصيانه. خلينا نروح الفيسبوك ونشوف الناس ايش حبت تسولف وياك. سلام لكم حبايبي. عصام كريم، حسب متابعتي لك انت من الشعراء اللي اشوف روحيه بقصائدهم وتوصلني دائما وتحرك مشاعري، لكن احس بداخلك دائما انت ايش قد ما تكتب تقول بعدني ما مقتنع باللي دا كتبه، هيك اشوف ولك حق والرد وليد ابو غزل. والله ولدي والله اني عندك هاي النظره على روحك انت طبعا حدث طبعا تبدا من الصفر؟ طبعا لحد الان انا بادئ من الصفر، ايش ما اكتب اقول يعني بعد يعني حتى بالقصيده حتى بالقصيده من اكمل اقول بعدها مو كامله. يعني قله ثقه بقصايدك؟ مو قله ثقه، بس انا اعرف القصيده الحقيقيه يعني ما انا لحد الان ما واصل القصيده الحقيقيه. بعدك ما واصل؟ ما واصل لها ولا نفسك؟ هذا طموح لو شنو هسه شو مفسره؟ والله طموح وتقدر تقول يعني
اكو قصايد منها حطن قدام قصيدتي، مم. يعني انا ما اوصل لها. اها يعني مثل حلو. هو بالتالي الشاعر من يرضى على روحه راح يبرد. اي بس بالتالي لازم يعرف قيمه قصايده، يعني مو انه اعتبرهن مو شعر مثلا. لا انا ما قلت مو شعر، بس اقول لك يعني من اخلي قصائد اللي ببالي مثلا اكو قصائد انا تمام يعني احبهن، مو ما مستوى اخلي طموح اللي ببالك. يعني ما اقول لا لازم من اوصل لهاي القصيده لا كملت القصيده ان شاء الله يا رب كل اللي ببالك. بس انا اقول لك ايش راح تكتب، راح تعتبر نفس القصائد السابقه. هذا اخوك ابو فتيان نفس الموضوع بالضبط. قاسم عبد الله، تحياتي لك ابو ودي الحبيب عصام كريم، واتمنى تكون تموت عليه. انا زعلان يا قاسم. يموت عليك هو. واتمنى تكون انطلاقه موفقه للحبيب عصام كريم، كونه اول ظهور طيب. تلفزيوني له من خلال برنامجكم. شكرا لاهتمامكم بالشعراء المظلومين اعلاميا، ونتمنى بالحلقات الجايه يكون الضيف سيد محسن الموسوي. والله طبعا موجود انا بالقناه، وذاك راح يقولوا راد بس جماعتي يجيبهم. فان شاء الله نمون عليهم جماعتنا، جدا يستحق الظهور. وما عنده اي سؤال، يحب يحيي فقط. امل التميمي، منورين ابو ود، عاش ايدك على الاختيار. سؤالي الى شاعر تتمنى يكون بينكم تعاون دويتو او كذا، منو حيكون؟ سؤال حلو، اتمنى ما تتهرب من عنده. وشنو موضوعه؟ اذا ببالك امنيه او تتمنى انه يكون اكو شاعر تسوي دويتو انت وياه، وشنو الموضوع اللي والله شاعر مثل احنا نتجنب اليوم الدبلوماسيات ان شاء الله. لا ما له علاقه انا بالدبلوماسيه، حتى ما افتهم شنو. ما له علاقه بها. بس يعني هواي اكو شعراء انا اتمنى اقعد يمهم مثلا. يعني انت قريب علي، انا من الشعراء اللي اموت عليه جواد الحمراني. جواد كبير، جواد الحمراني مع جواد. انا جواد اذا وصلت لجواد وقال لي الله انتهت، هذا طموحي اللي انتهى. يعني هو هذا هو رائع ودائما يحبني هو اللي بعده وتابع. لا كل شيء. احنا نحكي عن دويتو اليوم، مثلا يجوز شاعر من جيلك، شاعر من عمرك، تطلع انت وياه بقصيده اطلع ويا مرتضى الميالي. يستحق مرتضى. شنو موضوع القصيده يعني مثلا؟ وطن تحبه يعني بالوطن؟ هو بالوطن عنده قصائد ما حد سامعها قديمه. يستحق. مرتضى الميالي شاعر يعني نثني عليه شاعر، واحنا تارسين يدينا مثل ما نقول انه شاعر يستحق. مصطفى الليثاوي، سؤال ضيفك: هل المهرجانات اضافت لشاعريتك، وهل كتبت نص غنائي سابقا ويا ريت يقرا المحبين؟ هذا انا. نجي على السؤال: المهرجانات ضافت شاعريتك؟ ما ضافت شاعريتك. لا اخذت مني هواي. اخذت؟ ايش تقيم المهرجانات بالعراق؟ لا اخذت مني يعني تحكي شخصيا لو هي المهرجانات؟ لا احكي انا شخصيا، ولو القصور بيه مو بالمهرجان. انا رحت كنت اعول على المهرجان اروح، ما اروح ما اجيب الرايده. يعني اروح ارجع مو لبالي. يعني فهواش خيبه امل. خيبه امل. انت واحده من عندهم خوبته وياي، انت اقرب واحد لي. يعني عرفت الشعر من ورا مهرجان. انا جيت تركت الشعر. كتبت النص غنائي؟ كاتب نص. كاتب بس مو وايد. ما متعامل؟ لا ما متعامل. اكو مقطع خلنا نقراه مال ماخذك ما يسوى. انا لو ما رايدك ما عاتبك، الماخذك ما يسوى رفعت حاجبك. انت ذاك ظل مكانك خالي. حتى من تخون تظل غالي. الله. روح لكن غير بي من عاجبك. قط حقك بالوصف لو غازلك. لا والله. ويعرف يرجعك طفل لو دللك. الله. ويدري ضحك الدنيا من شفايفك. الله. وهم يشوف الموت اذا ما شايفك. الله. وعلى الصغيره وعلى الكبيره يحاسبك. الماخذك لا طويل هو. الماخذك ما يسوى رفعت حاجبك. جميل يا عصام عايد جبار. السلام عليكم، تحياتي لك ابو ود وضيفك الجميل. سؤالي بالاونه الاخيره راح سؤاله للاسف، بس نقدر نشوف بالاونه الاخيره الشعراء الشباب مزدحمين على تسجيل القصائد وترويجها. ما كامل السؤال عندي، بس اكيد شنو رايك بالموضوع؟ ما بيها شيء. ما بيها شيء؟ لا كلش طبيعي. كلش طبيعي. لانه انا قصيده، انا قصيده احبها اروح اسجلها الي اسمعها بالسياره. وانا بلقائي وقصيدتي وانا كاتبها وانا جاي احكي واسمعها بالنسبه لي. تحس انه الاستوديو اكثر شيء ينصف القصيده؟ لا. من ناحيه التسجيل والكواليتي؟ لا ما لها علاقه، القصيده بشاعريتها. بشاعريتها. بس هي القصيده من تكمل القراءه، احكي عن قراءتها وين يكون افضل شيء؟ طبعا استوديو. هذا اللي قصده. عايد جبار جاي يتكرر سؤاله.
محمد جاسم، اول شيء منورين ابو ود، ثاني شيء اقول للمبدع شاعر عصام كريم انت راقي دوم، هذا خلاص. فؤاد حسين السلام عليكم يا مبدعين، سؤال الشاعر عصام كريم هو قصيده يعتبرها هويته، وين يضع نفسه بين الشعراء؟ وشكرا لكم. قصيده اعتبرها قصيده لوم، مو هويتي وانما اقرب وحده لروحي. القريب لروحك مو دائما هو اللي يوصل للناس، هاي لا كلنا نعرفها. لا مو هويتي، مرات نحب قصائد عندنا هي بسيطه فنيا. انا غير اول شيء يصير عنده هويه على مود. اي انا بعدنا لا انت تعتبرها ما لا. شيء المميزه بين قصائدك تتباهى بها، تقعد بين شعرات تقراها. شمس صدك واكفر، شمس صدك وقف الروح وانت ولاك سرف عينك. السؤال الثاني، وين تخلي نفسك بين الشعراء بدون هاي التواضع المصطنع وخلي نفسي اخر شيء؟ والله مو تواضع، اني يجيني ذولي يسمعون شعر استحمل نفسي، والله شاهد. يعني ذولي يسمعون شعر هم جايني يقول لي استاذ، اقول له عم انت استاذ. ما دام احنا بفقره فيسبوك ننوه المشاهدين الكرام، البث المباشر موجود ايضا على فيسبوك، تقدرون تشوفون وتسوون لايك وتعلقون وكل شيء موجود. انس الحياني شاعرنا المبدع، اقول له زعلان عليك ما قبلت عزوبيتي من جيت الكركوك، مع ذلك حبيته وراح انتظره بشغف. الله، هذا انسان راقي انس. اي والله جاني تحياتنا له. جاني وتعب يلا وصل لي، اول ما وصلت له رحت ثاني. تعرف كانت عندنا هاي المشكله هناك صايره ورحنا خلصناه وخطيهم ركض وياي. هذا الموضوع احنا مرات من يصير بالصدفه يدخل واحد ونعرفه يروح يجرحه. زين شلون راجع على مودك يعني؟ لا خطايا لا، اما اعتذر له عمي. ان شاء الله مقبول اعتذارك. عندك ديوان يسال سجاد؟ بعدنا قال يا الله. بعدك ما قال يا الله. حسام العبادي، كل الحب والود لك ابو ود والشاعر عصام كريم، شكرا لحسن الاختيار يا طيب. هذا الي التعليق انا اشكره. هل من الممكن يكتب شعر غنائي والفصيح ايضا؟ لا فصيح بعيد عليه يعني. فصيح بعيد عليه؟ شنو وجهة هو اقدر اكتب انا بس مو لوني ولا ليش اورط نفسي. انت يعني تؤمن بالتخصص انه بالشاعر الشاعر بالتالي يا اما فصيح يا اما شعبي. عصام راح تخليني احكي بمكانك تجاوبني. اكو طلبات قويه على قصيده حجل برجل، اريد اعرف السر وراء هاي القصيده، ليش اكثر قصائدك انتشرت حجل برجل؟ اني عن وجهه نظري ابداعيا قصيده ممتلئه، لكن عندك قصائد تتفوق عليها ابداعيا، برايك ليش اكثر قصيده انتشرت وبين الشعراء بالتحديد؟ يعني حجل برجل قافيتها صعبه خلينا نقول، وكانت البرنامج شويه وصلت مشاهداتها باليوتيوب. اي العفو المسابقه. اي المسابقه. اي هي برزت وكانت الحلقه مالتها قويه وخذت بها نجم. اي فهي هاي اللي هاي العالم ما تقول صوتك الحلو يا عصام، خلينا نسمع حجل برجل. منا وانتهت والعشق كله انفض، طلعت بوجهي الابيض والشعر الابيض، حربه خلصت واثارها مبينات، ما ظل كثر من نعضاي ما بي رض. منا وانتهت والعشق كله انفض، طلعت بوجهي الابيض والشعر الابيض، حربه خلصت واثارها مبينات، ما ظل كثر من نعضاي ما بي رض. كنت حجل برجل تنكتني واحضن بيك، تسمعني لحن بس انا شابع خض، انا مو منكره عفتك ولا زعلان، قلب مات وسقيته شقد عشق ما مض، شبقى بوقت العمر وتريد نصف بيك، شارديت كون العمر يتعوض، فتح طار الوفا وجبرون اسولف بيك، فشلت وكذبت بس كان كذب ابيض، لو عايف لذكرى وبيها خلص الضال، من عمره وجر سباب تم نلعب، انا منذكر ايام خلصتها وياك، اقول شوي طلع الموت عد دفره، على اخبارك عشت ارتاح من ترتاح، واذا قالوا مريض الوحد اتمرض، تواضعت لغرورك لحد ما ذليت، وليلك كنت خلص ندور حتى تغمض، خواف ورحت عاركت لي يخوفون، حتى شوفني بس انت جفنك غض، وجه كله امل يم بابك المسدود، ورد بجدم خاوي ودمع ما ينكر، الهسه بعين مطبوعات رزه وباب، لا زين هو
لا حركاهن حظ، مو قصة الشعر، لا هذا واقع حال. ولا من القصيدة الطول لو تعرض، أنا ميت قبل لا أكتب أول بيت، بزحت الحكي فوق القلب مكتظ، وقضى عمره شلل ويقوم وياهد كان، شي يفيده بتوالي العمر من ينهض. الله 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 عصام. ممتع، يعني قد سامع قصائدك واستمتع بيها كل مرة تقراها، وهذا دليل على شاعريتك يا عصام. نروح لفقرة فضول ونعرف بطاقتك الشخصية. عصام كريم عبود شويلي، والنعم من الشويلات، مواليد منطقتنا اغلبها شويلات، تحياتنا لهم. مواليد 1980. متزوج وعندي طفل ضيف وعندي 3 مربيهم. الحالة الزوجية تمام لو عندك مشاكل؟ تدري انت الموضوع بيناتنا، خليه بيناتنا. مشاكل بس ان شاء الله تفضل. ان شاء الله تفضل يا رب. عصام والدك فعلا شاعر لو شنو؟ لا والدي مو اريدك تحكي بجديه بالموضوع. لا والدي شاعر. اي بس انا هاي حتى انا وياك ما مسولفين، هسه بدي احكي لك اياها بعد على الهواء. الله شاهد، والدي شاعر وشاعر يخبر، بس هو مال التحوير القصيده ما اعتمد على نفسه. فهمت شلون؟ يعني الله يرحمه ايده طويله. لا مو ايده طويله، مثلا هسه انا مثلا هو امه قالت له لا تكتب لي قصيده. ولا وياه يخاف يزعلون العالم، بس احنا نسولف بعد. قالت له امه بس اريد لازم تكتب لي قصيده، كان بعمان. هو يشتغلوا على والله وجقاير ويركضون ورا شو اسمه الشرطه، فمو مالي يقعد ويكتب. جاب زعلان بس يا زعل، زعلان بس يا زعل لما ترد للصدق. القصيده الكبيره كلها تعرفها. بس زعلان بس يا زعل، حط مبتعد بس يا بعد، صارت القصيده مو مال زعلان، صارت مال مبتعد بس يا بعد لما ترد للصدق. قبل المنادى اجي شلون صارت مال واحد مشتاق، مو فرحه يعني. بس هو ما صدر روحه شاعر ولا قال انا شاعر. شلون غير يقرا بالحفلات كان يقرا بالحفلات. وعمه كان ماخذ قصيده من القاطع شلون؟ عمه قرا قدام القاطع. كان اسمه القاطع، قرا قصيدته قدامه. كارثه. من نزل القاطع صاحه، قال له تعال، قال هاي القصيده لك. قال له بعد ما ربك استغفر الله. عينك لا هاي قال وسامنا، قال تعاركوا ابوي وسام اخوي. قال له كان رابع شاعر على العراق، قال له انت رابع محور على العراق. تكبر واحد يحور بالدنيا. الله يرحمه. الله يرحمه. واكيد عصام نروح لموضوع الصيانه. احسك المهنه عادي كل انسان موجود بحياته، من الناس اللي يجوز ما تعرف انت مصلح موبايلات، هي الصيانه هو عملك، بس احسك تحبه يعني الموضوع. شلون تحب الشعر؟ هو شوف انا لو ما الشعر كان انساني خير من الله بالصيانه، ولو ما الصيانه كان خير من الله بالشعر. فدائما ايوه دائما اروح من هنا ما ادري ما متيهل مشيتي، يعني ما اعرف ساعه اروح من هنا ساعه اروح من هنا. يعني تحاول تبدع بيه وهذا. انا لا انا الموبايلات نعمه. يعني نعمه. لا بس اكثر واحد تحرق موبايلات. مو احرق. تحياتنا لابو بشار. ابو بشار هذا هسه تذكرت موضوع استاذ سراب اصريت ان تبدل الشاشه مال تليفونه واحترقت. مو احترقت. يعني شاهد موجود على كلامي. اقول لك ماكو واحد يبدل بالوحده بالليل وبالشارع وبدار نفيس. ما حدا مسويها دليفري تبديل ما صايره. هو ما اعطاني مجال، قلت له جيبه خليني ابدل لك اياه انا اخو ما بالشاشه. شاشه مو طلعت الشاشه مو زينه نفسها، مو انا مو التبديل. يلا صوت الشاشه. ابو بشار الله تحياتنا له. تحياتنا له، وان شاء الله يرجع بالسلامه واللي مشمله وعائلته ان شاء الله. سافر، وهذا الرجل مو انا خسرته، العراق خسره والله. الله شاهد. انسان رائع، انسان من هذا اللي يحب الدنيا كلها وتقعد يمه، يعني هو اكبر منا يمكن بعمر. بس نقعد يمه يعني صديقنا. يسولف نشبع ضحك. انا ملتقي بروحه حلوه. هاي الطائفيه ايش قد صارت الطائفيه. هو رجال دليم وانا الشيعي. والله شاهد احنا من البدايه نقول بس هذا بس الزوج وقع بالطائفيه، وبقينا احنا الطائفيه بالمنصور مستحيل رجال يطلع. صحيح. وانا اروح نرجع يومي ما ولا عفته ابدا. هوايه كناس. فكلش مفتقده وتحياتنا له. هو شو يقول عليك؟ يقول لك
خلصت العلاليق مال لا الجار؟ مال شو اسمه، عندنا كاسه مال اسوار. ايه قال راح قلت له فتحت ايباد بعد ما مكمل، قال ماكو كيس على قدامك يعني محترم. جيبوا له علاقه اسوار، كيس مال اسوار صغير. عصام، تواجدك الدائم، عملك بالكراده، فتره بالمنصور وفتره بالكراده، بس وتواجدك لا ننسى ابو وسام، هم له ابو وسام سنان البدراني، هذا هم له يعني له يد بتوفيقه بالصيانه، وهم اكيد. انا عود جايك بسؤال خاص عليه بس تحركت السالفه. تحياتنا له ابو وسام الرائع. تواجدك الدائم بالكراده، عملك، ملتقاك، ما نريد نقول بعد من معدك بالكراده. حبيبتي بالكراده. زين الاخبار. فبصراحه موضوع التفجير ايش ترى كثر عليك؟ انا كتبت هواي قصائد على جسمه، بس اكو شغله يعني اذتني كلش. الشغله هاي انا يعني انت تدري انا بس الشعراء يعرفوني ومو كل الشعراء. يعني قليل، يعني تجيك بنيه تستغرب من انه بنيه تطلع تسمع لك ومصارحه حبيبها قصيده مالتي، القصيده انا ناسيها اصلا باعتبارك انت ما طالع للناس مثل. خلينا نسولف هم راح يصير قصه القصيده. هاي بنيه بالفيس دخل له ولد دز له صوره مال بنيه. البنيه رائد جمال، يعني جمال ما يتواوع بوجهه. قلت له شنو؟ قال هاي البنيه تحبك. انا ضحكت. قلت له والمطلوب؟ ظل يكتب. قال له هاي 4 سنوات انا وياها علاقه بالكليه، وصلنا واحد يحاسب الله اخوي بس ما حد قال الله احبك. تمام. قال لا ان جابت له قصيده طابعتها ومكتوب اسمك جوا عصام كريم. القصيده مال واحد يريد يصالح لله. صارحتها بقصيدتك. جميل. قالوا خطبتها وعلى اساس بالعيد نتزوج. يا عيني. قال فطلعت تتسوق للعرس، فما رجعت، راح بالانفجار ما لاقين الجثه مالتها. هو الولد ذمم علي، الجثه مالتها ماكو، ما لاقينها، رايحه منتهيه بالجسم. فقال مشيها عليك هي تكتب لها الله، ولا تقرا لي اياها ولا تطب، لا انا اسمعها منك، انا متابعك. ان شاء الله يسمعها هسه القصيده. فاني راد تاذيت، يلا لزمت الدخول الها، وما لزمت الدخول الا شلت البنيه، خليت حبيبتي طالعه للكراده انت بمكان الولد. صرت بمكان الولد. طويت الغرفه البنيه، قلت صار الصبح. صار الصبح واشتاقت مرايتها. متعلمه تفتح ريجها بقذلتها. تعداد سوى الشجر ناقص عصفور، شي ما سمع وجه الصبح ضحكتها. الله طش الخبر ماتت وقلت لهم لا، تفاحة آدم رجعت الشجرة. الله عليك عصام. الله. دخان غطى السما وقلت لهم جاي تبكوا هذا عيونها وكحلتها. الله. حتى القمر ما بي ملامح عشاك، شي ما شفت مرسومة بي صورتها. الله. رديت منحر واللسن كانها سيوف، وتشاهدت من سولفه وقصتها. قالوا لي مشتريت لك هدوم العيد وساعة على ذوقك بس اجت ساعتها. الله يا عصام. قالوا لي مشتريت لك هدوم العيد وساعة على ذوقك بس اجت ساعتها. عصفت ولو بصف الرمش ما ينشاف، وشفناها واقوى من اللهب وجنتها، والبي نفس يصرخ بسام الميتين، واسم الله كان واسمك بشفتها. والطول والبي نفس يصرخ بسام الميتين، واسم الله كان واسمك بشفتها. والطول مثل الثلج ذاب ويا النار، وما كلفت شيشة عطر جثتها. تشيح أصارع لجت في الدخان، راد الله تصعد للسما جنازتها، ومن وصلت الرب العرش طفى النار، خاف ان يذكرها بألم حرقتها. سألوني أول مرة ما أندل وين، قلت كنت أعرف بيا شبر من غرفتها، لا من طريق من السما يرد ميتين،
ولا بيها باب واقعد بعتبتها، ولا من قبر واضغب وصفني اللي يبكون. اي شي ردت على القاع من ريحتها. قالوا لها مبريه ذمتك، ويقول فالشغله ظلت باقيه بذمتها. كل شي اللي يمر لنا قسمه ما بين اثنين، ليش الليله وياي ما قسمت؟ الله عصام، يعني لازم اوقفك على كل بيت بهالقصيده. الله يسلمك بالبدايه. يعني ممتلئه، والمشكله انه هي مو مشكلتك الذاتيه. راعي يا عصام. الحمد لله وشكرا. ربي يوفقك، تستحق كل الخير ان شاء الله يا عصام. عصام تخاف من المنصه، هواي تخاف من المنصه، ليش؟ كلش. سولف لي. رائد احنا ببيت كنا اذا نشوف شاعر نرجف. احترام لكم للشعر كبير. يعني واذا يجينا شاعر ما يعرف يموتوا اهلي. يطفون كهرباء عليه ويقتلوه. يعني هيك كانت. اذا مو خوش شاعر. واذا يعني انا بعدني بالمود مال القصيده، فشويه حزنان بصراحه. ف يعني وصلت انا لحد الان انت اخو وسام تخابرت تقول له عصام يكتب، يقول لك وينك فجأة؟ عصام وسام لحد هسه ما مقتنع بك. ما مقتنع. ما شاء الله كلها امكانيتك. يقول لا، يقول لي ما تكتب. اقول له انا شاعر. يقول لي انت نشال مال شو اسمه مال شعر. يابا والله انا جاي اكتب. مره خابرني قال لي رائد انت تكتب العصام؟ قال لي ليش؟ قلت ليش؟ قال لي هواي جاي قال نقص فلوس ما احفظ. معناته يقول كل ما معناته يبوق ويشتري من عندي. فلوس ناقص ينزل جديد. المهم فاحنا هذا الشيء عندنا، يعني الشعر فد شيء. فدعيت انا بمهرجان. يعني اول مهرجان عند الي بوع الممرات مقبطه والفوق مقبطه والحرس برا يطردون. زين احنا ما متفقين. زين قبل لا اصعد الجمهور يصيح عصام كريم. سويت انا بروحي جاب لي هنا. تحس الموضوع كبير عليك؟ كلش كبير. هو مو احس بيه، هو كلش كبير علي. صعدت يعني مع العلم الشعراء كلهم قبل لا اصعد يعني اشادوا بي وباسوني وقالوا عصام اصعد وقصيدته كلش حلوه. وكانت القصيده على المرحوم عبد الحسين الحلفي الله يرحمه، المبدع الكبير رمز البصره. فصعدت يعني بدل ما اقرا على عبد الحسين قرأت على عرفشه. الله زين مواصفات عبد الحسين ما ترهم الجمهور، قال ايش جاي يسولف؟ ما يعرفون انت بديت يعني صار عندي يعني كلش اخاف من الانسان. بس هسه شويه. بس هذا لازم اكو حد. هسه هو شوف كل مبدع اكو هاجس خوف بداخله. لليوم ان احنا لا هسه تعودنا على الكاميرات. انا احكي عن نفسي، تعودنا على القراءه على المنصه. لكن من تكتب قصيده وتجي تقراها اول مره تصير عندك الرهبه اللي كانه ماتوا. بس اكو حد فاصل انه تسيطر على الخوف بداخلك. هو الخوف موجود بس ما تخليه يبين عليك. انت بين عليك بهذا المهرجان بشكل كبير. كلش بين. بس هو بالتالي يبقى احترامك للشعر. لا الحمد لله. بس يعني هي صح هو احترام، بس انا احترمت زياده عن اللزوم. زياده عن اللزوم. مرات تشوف شاعر امكانيته كلش عاديه بس من يقرا ياخذ ثقه. سامع هذا اللي يصرخ على المنصه؟ هذا كاتب من شاعر ما ادري شنو. هذا شايف ايش يسوي؟ تحياتنا له لا يسمعنا. خطيات طلب راي الجمهور بي. الله لا يراويك راي الجمهور. صدق؟ والله الله لا يعتبره غيبه. هو الولد يعني ما له اعلام. خلي ناخذ قصيده لين تقرا. قصيده. اكو قسم يقولون هو اغلب قصائد عصام اللي لم تقرا، بس حتى الناس اللي يعرفوك من قريب راح يسمعون القصيده الاول. لا لم تقرا بس على موسى سامح راح اقرا. بس على موسى. بس على موسى. وانا شنو بنشرشي؟ لا بس على موسى سامح حتى ما قاري لك اياها كلها ما قاري لك. صدق كذب عصام. بس تحرجني قدام العالم. مو اقراها كلها وياك. تقول بين الخان والماخان. يعني لازم تعرف. بين الخان والماخان وبين الملقى حار وبين أرد فشلان، يعتني الشوق واتعناك يوصل شف بابك ولا عن الشيطان، ويتعاند قفاك وياي وقلبي معاند أكثر كان، ويوميا انتظر حد ما 5 مرات بإذني يقدم الآذان وارد احتار منين ارجع يا من ذكراك حط بكل درب نيشان، وامشي بواسك ووصل التالي القاع ما تعبان. قالوا وصل الكذاب حد الباب ومشيت وياك
وشفت ايش قد كذب مشكول ذمه بعتبه البيبان. الله يا عصام. كنت وياي تغلط واعتذر مجبور، ونتحاسب ورد غلطان. وتعاندني واقول لك صاحي صبر بسكران. الله عليك. اعلنيت وما دريت تخون بي بحجة الزعلان. الله. غبت وادريك يم الغير، من تغيب الشمس تطلع بغير مكان. الله يا عصام. الله. وش احكي لك بعد عصام؟ غبت وادريك يم الغير، تغيب الشمس. من تغيب الشمس تطلع بغير مكان. وش احكي لك بعد عصام؟ عاتب لي الجقارة وليش أكثر منه والله بريت طب دخان. وحطيت بدليل سهام بكثر ما حاط ربك بالخدود الوان. ابلع ريج وانسى كنت اسولف بيه، لهاي الحالة بعدك واصل النسيان. عاقد سيرتك بلساني صار سنين، إلى أن سيرت صارت بكل لسان. ودمعت قبال اللي يضحكون، وسوالف تنقطع بمنادس الصحبان. الله الله. مو كل محترق تلقى السبب بنار، أنا المحترق ببرودة البطران. أنا تمنيت أحب إنسان عدة جرح مني طيب ما يترك وراه نيشان. وإذا فكر يريد يخون يعرف لو اعتدين منزعل يفرش الحد المراض أعذار، بس اللي يعتذر كل ساعة يعرف قيمة الزعلان. الله يا عصام، جديدك رائع. مستمر بالإبداع إن شاء الله. عصام أريد أعرف دور والدتك بحياتك شنو؟ هي حياتي شنو بدون أمي؟ مو بدونها بس يعني هو دور. هي كل شيء يعني. أنت يعني قريب علي تعرف. اي اكيد. اي انت خو ما تسولف بس لي اليوم انا اعرفهم بس الناس. امي مناضله. امي من كان والدي عايش يعني هي كانت هي الدايره البيت مو اسمها. يعني امي من ذن المشاكل ما يفضوها شيوخ هي الطب. الطب تلبس عبايتها والطب تفضها حكي. كلمه تحط طينته بخدك. تقول ما ادري ايش قمت احس من جبل طاريها. الله. عشت كلمة اليمة بكل معانيها. الله. ما ادري ايش قمت احس. ما ادري ايش قمت احس من جبل طاريها. عشت كلمة اليمة بكل معانيها، رغم ما يم اخوته وعندكم اصحاب. احس الدنيا تفرغ امه تمليها. ادم ورفقاه وما قدر يرتاح، لأن هو الوحيد اللي ما له أم بيه. الله الله. قبل كاتب شعر بس الأبيات أيتام، وهاي أم القصايد راح أسميها. الله الله. هسه توفقت خليت اسمها ببيت، المرة الثانية ببيت الله خليها. الله يا عصام. الله. أم السالفة قبل كاتب شعر بس الأبيات أيتام، وهاي أم القصايد راح أسميها. هسه توفقت خليت اسمها ببيت، المرة الثانية ببيت الله خليها. أم السالفة اللي ما تنحكي بديوان، سر براس أبوي وعمر خافيها. وردة وخضرت من كان شحت ماي، حصار وكان ربك صبر يسقيها. أجيب لها ذهب ولصورته تندار. أجيب لها ذهب ولصورته تندار. المرأة بلا يا رجلها الذهب يكويها. أخذ هي تشوفه من عيونه للتابوت، الزلف شيب وما شايف تراجيه. مرات اشتهت نفس هو الفردوس، واتعنى وشم تراب رجليه. صرت بطولها ولا بحضنها ارتاح. صرت بطولها ولا بحضنها ارتاح. شبير انا وبعدنا ندلل عليه. واضحك بس كذب خاطر تطير وياي، واقلها شمات لك لو ردت بتشيه. لما تدعى حير بخدها من يالون ترجف وابدا شكل وحي حاكي. الله 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 يا عصام.
ربي يديم لك الله الوالده. يسلمك. وانا اشكرك على هذا الابداع، ما شاء الله اليوم الحلقه ممتلئه. الله يسلمك. عصام جنونك بالشعر مو طبيعي. ليش؟ كل الشعراء يعرفون تحبك للشعر حب مو مثل البقيه، يعني الك يعني رهبه من عنده، لك خوف. يعني احنا اصدقائك اكثر الوقت اللي مثلا اليوم اشوف اصدقاء شعراء نسولف تفاصيل من يومنا، بس لا دائما من يكون حوار ويا عصام طابع الشعر يكون هو الاكثر حوار. اكو شغله حتى بالحب، يعني حتى اذا تحب لك بنيه انت بالطفوله دائما تميزها. صحيح. فهذا حب الشعر يعني اول ما فتحت عيوني انا بالبدايه احب الشعر، وشفت العالم يعني الشغله الرئيسيه يعني البيئه اللي عايش بها الشغله الرئيسيه كلها شعر. كلها شعر. فاللي يبرز يعني هذا يصير له احترام. صحيح. انا ادري بالشاعر يعني قبل من كنت اكتب بس اخاف اقرا، لان ادري الشاعر رئيس دوله يخاف منه. صحيح. انت تدري صدام دز على الشعراء، الشاعر الوحيد العريان قال له هلا بعريان، عريان كان يخاف منه. صحيح. الدولة تخاف منه. صحيح. يعني كان الشاعر مؤثر قصيدته يعني له اسم. فهذا الشاعر اللي بداخل انا اللي اسولف على هذا الشاعر، ما جاي اسولف على شعراء. شنو يميز الشعر عن باقي الفنون مثلا عندك بالنسبه لعصام؟ هذا جاي اسولف لك عليه، انا جاي اقول لك يعني اول شيء تريده سلطه. يعني العالم تخاف منه هيبه، من تقعد تسولف يعني ما عليك ما حيصير فوقك. يعني هيبتك بالشارع. هسه انت شايف، انت عشت النجوميه يعني شفت الشاعر يعني لا يا حاسدين عليه. اقول لك هو انت وين غير حزونا بالشو اسمه من الطياره بالصدر، ماكو بالصدر بالطياره مو حزونا الصدر. فالموضوع الشاعر دائما مختلف حتى كمطرب كشو اسمه يعني تحسه نوع من الاحترام، تشوفه يعني احترام. فالشاعر مثل ما تحترم العالم انا اقدسه يعني مو فعلا. وقلت لك الاهم شيء شلون المثل يقول لك تعلم بالصغر كالنقش على الحجر. بالضبط. هذا انت وعيت عليه. انا وعيت عليه وانا صغير. رائع يا عصام. اذا اقول لك قصيده من اختيارك على ذوقك ايش تقرا؟ اكو قصيده طلبوها بعد لازم اقراها. تاخذنا حسبات وتعبرني الليل، ويبدي الفجر والبار رزقه يوزع. الناس دخلوا غير يوم وعاشوا، مجبور عشت بيوم غير مودع. السهران نام وقعد وانا متانيك، واتخيلك وتضيق بي الوسعه. كم طيف تانا على الجفن لما المات، ودمعاته تنزل للجفن والشيعه. ردتك تجي بنيتك واحس منك جاي، ردتك تجي بنيتك واحس منك جاي. لو اثر فوق الماي هم اتبعك، ما بين حبل المشنقه وبين القاع. هالقد وقت وانتاني منك فزع، والمشكله ماكو عذر، المشكله ماكو عذر، بس مجبور نرسم لك بنص القلب خط رجع. انا اللي كاتمني كلام الصحبان، يحجون ما يدرون حجم الوجع. يلومون وانا ادري ما يلامون. اللي يحكي الصدق وياك ليش تقنعه؟ يعرفني بس البي قبل مر الموت، ويضرب غلات النفس مني قطعه. الغرقان اذا مره واحبابه على البال، ما لومه لو غرق الرادي طلع. هذا انا لو وياك لو سولف بيك، وبعيني لو حص صورتك لو دمعه. وتقول لي بعتك يعني بي عنك بيش. انا الوصل وياك لاخر العتاب، واخر عذر واخر بشر من ربعك. كنت احترم شوق اللي بقلبي وما اخون، لو زل جفن على الغير قلبي منعه. وتقول لي بعتك يعني بي عنك بيش. حط لغلاتك سعر حتى اقتنعه، ما كفى حتى يسد فراغك بالعين. حطيت قاع الله وصباح السبت. استاذ سلام جينا عندنا وقت 3 دقائق، سؤال سريع وقصيده مسك ختام. طبعا صدق الوقت مر بسرعه.
بالنسبه لي. انا متوقع راح يظل شهر. شوف. لا مش الحمد لله بعفويتك وجمال روحك يا عصام. مشاكل عندك بالاتحاد، انت بهاي الشاعريه قبل سنه يمكن ما رضوا يمنحوك هويه وهيك شيء؟ والله هو نص الشعراء ماكو شاعر هسه ما عنده مشكله بالاتحاد. والله ايوه احنا شعراء مشاكسين، لازم نتعارك، لازم بس هو يجوز الغلط بي اني. شلون؟ هي صارت مشكله يعني. جا ولدي راد يختبر وهو صح وغلطه، الشغله مبينه، طال صدر نصاري غير لازم يحط له عجز ويكمل. هو حاط له عجز وكمل، قال لا لازم يكتب صدر صدر صدر. شلون يصير منضده مو شو اسمه ما له علاقه. قلت له يابا هو صح ترى، هذا تحط العجز راح يصير بيت نصاري. قال انت لا تدخل، قبل هاي. والله وهسه اليوم 3 مرات رجعت 3 مرات عارك وياهم. وهويه ماكو اليوم؟ انتم هويتي ان شاء الله. لا لا فعلا قصائدك هن هوياتك مو هويه واحده. عصام خلي ناخذ قصيده مسك ختام. بشمس صدك اوقف الروح وانت ولاك سرفيع، يا طبع الماي على الغرقان من شحة هواك تنفس تميل. الله الله وانذر لك عشق بصباه بل كحظة بتواليك، أنا محتاج لي كلمة ترجعنا على ماضيك، بحيث اتعنى للشام تعرف ويجيب طاريك. أنا محتاج لي كلمة ترجعنا على ماضيك، بحيث اتعنى للشام تعرف ويجيب طاريك، ودور نبرتك بالصوت بوجوه البشر اللي تفوت، انت الروح اللي بجسم العصت حتى على ملك الموت، حلم كل ساعة فيه يموت وشيعة بكل ستر بسكوت، ورد خال الحلم بيروح شايل لك خلق تابوت، كل شخلاف وجهك مر أعارك بالهوى من يمر، واضح شوق بعيونه مثل مفضوح شايل سر، تذكر ما أظن تذكر من كنت تصفن وشك بالصف نقول المن، تذكر ياما سولفنا الهسه براسي كوم احلام عشنا وكل شي ما شفنا، كل ما اقول راح انساك يحاربنا حرب ذكراك، واطلع صورتك وصف وانافسها على الصف. الله سلام. بنهاية الحلقة شو تقول يا عصام؟ والله اقول شكرا لك ابو وليد، وشكرا لكل من ساهم بهيل وليل وعلم العالم الشعر صدق، فدوى وجاب يعني نهى المجاملات، الحمد لله. انا اخر شيء من وجهت له دعوه قلت لك رائد اقتنعت بي لو كصديقك اكيد، انت اعطيتنا شغلات اقتنعت يلا، فشكرا لك وشكرا للمخرج سراب استاذ سراب، وشكرا للوليد والكادر كله، واشكر الناس اللي سووا ضجه بالفيسبوك على حلقتك. هاي بعد غلطتنا، انا مخليها من البدايه هاي وراحت عليك. الحمد لله والشكر، يعني كلش تفاجأت انا بهاي العالم. صارت الحمد لله والشكر، وانا كلش اشكرهم، وهذا هسه قعدتي والحمد لله والشكر يعني الفضل لهم، يعني اعطونا حافز وطبقوا الحمد لله والشكر. وهذا لا هذا بس زين والحمد لله والشكر. بس مو زين طلعت الحلقه احنا ما متفقين هيك. ربي يوفقك يا عصام. ومشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه. تحيات الكادر لكم، المصور مهند، صلاح الجيني وحمودي وسيكو الرائع، عازفنا الرائع ذا ما ذكره يقاومني مهند المالكي، زيد على الصوت، وحساني مهندس الاضاءه، ما ناسى احد استاذ سراب اليوم، حساني مو مهندس، محمد عزيز حساني مو مهندس اضاءه، ما مقتنعين بحساني مهندس اضاءه ما ادري ليش. وتحيه السجاد الفوتوغراف الرائع سجاد عصام، والرائع المايسترو سراب ابراهيم، واخوكم رائد ابو تيان. انتظرونا الاسبوع القادم، وفي امان الله.